عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الفيكسد والجروث مايند سيت، العقليات الثابته والعقليات اللي بتنمو او بتنضج. طيب المصطلح بتاع الفيكسد والجروث مايند سيت جت من واحده سايكولوجيست اسمها كارول دويك، هي سايكولوجيست في ستانفورد. المهم ان هي حددت الفيكسد مايند سيت، هنتكلم فيها هي الاول. ان الفيكسد مايند سيت دول الناس اللي هم شايفين ان ذكائهم او مواهبهم او قدراتهم عموما دي بتكون متحدده من البدايه، من قبل ما يتولدوا. ان هما بيتولدوا بيها او بيتخلقوا بيها. طيب الكاركترستكس بتاعت الفيكسد مايند سيت دي ايه؟ اول حاجه ان هو شايف، احنا قلنا اول حاجه هو شايف ان قدراته وذكائه وامكانياته دي حاجه هو مولود بيها، ما يقدرش لا يخليها تنمو ولا يقدر يلعب فيها باي حاجه ولا يطورها. تاني حاجه هو بي avoid any challenges، يعني اي تحدي هتحطه فيه هو يعني هيطلع منه بشكل ملتوي، هيتجنبه، علشان هو شايف ان هو لو اتحط في حاجه مش عارف يعملها فده حاجه مش مريحه بالنسبه له هيحس فيها بفشل. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ بيجيف اب بشكل سهل جدا. يعني لو اتحط في تاسك او في بوزيشن معين محتاج منه، او في متطلبات شغل معينه محتاج يعملها ومعرفش يعملها، مش هيدور على طريقه يعملها، ومش هيقول ان هو محتاج يتعلم حاجه جديده علشان يقدر يواكب متطلبات الشغل بتاعه. لا، هو هيجيف اب على طول. لا، هو انا المكان ده مش هينفعني او البوزيشن ده مش ليا، مش هيحاول ان هو يتعلم. كمان بيعمل viewing للإفورت as a sign of inadequacy. يعني مثلا بيشوف الناس اللي بتعمل مجهود بدني او شغلها فيه مجهود بدني ان هم ناس مش كفء او ما عندهمش ذكاء زيه مثلا. هو بيقيسها كده، ان اي حد بيعمل مجهود بدني او شغله بيتطلب مجهود بدني فهو ده شخص مش ما عندوش كفاءه. مش بيحط في اعتباره الشخص ده ممكن يكون هو دي مثلا حته بتاعته، او مثلا هو ده الشغل اللي هو حاليا بيشتغله ملهاش علاقه. لا، هو بيشوف ده، بيقيس الذكاء او الكفاءه بناء على مجهود بدني، مش بناء على مايند افورتس. مش بيشوف دماغك اصلا. بعد كده هو بيجنور او بيتيك اي بقى كريتيزم بشكل بيرسونال. يعني مثلا انا انتقدته او مش انتقدته، اديته كومنت على شغل مثلا، انت عملت ريبورت هايل بس هو مش متنظم بشكل كويس. مش متنظم بشكل كويس دي هي الجمله الوحيده اللي شافها. وحاجه من الاثنين، يا اما هيجنور اصلا ان هو سمع الكلمه ولا كاني قلت حاجه، او هيعاديني شخصيا. ليه؟ لان هو شايف كده ان انا بنتقده، انت بتضايقيني، بتخبط في حته عنده اللي هو انا مش بالذكاء الكافي، او هو انا مش كويس، او انا فاشل. مش بتخبط في حته ان ايه، انا محتاجه اتعلم ازاي بعد كده انظم الريبورت بتاعي بشكل احسن. بعد كده هو دايما بيحس بتهديد من نجاحات الاخرين. يعني لو شاف حد زميله معاه، هما الاثنين هنقول في نفس الديبارتمنت وفي نفس التايتل، بس مثلا زميله اتكرم عشان عمل حاجه معينه او قدم للشركه استفاده معينه، عمل ريسيرش عن حاجه وات ايفر ايه كان الافورت اللي هو بذله زميله ده، بس اتكرم عليه. او مثلا المدير اثنى على مجهودات زميله ده، فهو مش هيحس بالفخر ولا بالفرحه ليه، بالعكس هو هيحس بتهديد ان ده ممكن يستبدله، ان انا ممكن امشي، هو ليه انجح مني، هو ليه اتكرم وانا لا. ده اللي هو هيحسه. بعد كده هو دايما بيفوكس on proving himself، يعني هيفكر دايما ازاي اثبت نفسي ان انا شاطر، ازاي اثبت نفسي ان انا اقدر. مش بالشكل الهيلثي او بالشكل اللي هو المحبوب او المطلوب في الشغل عموما او في الحياه، لا، بشكل مش مناسب. حتى لو عن طريق ان هو مثلا يعمل حاجه مش لطيفه، بس هو هيبقى عايز يثبت ان انا شاطر جدا وجامد جدا واقدر اعمل اي حاجه. فده طبعا نابع من عدم الثقه في ذكائه الخاص او في قدراته. طيب ايه الكونسيكونسز بقى بتاعت الناس اللي بتقابل الناس اللي عندهم فيكسد مايند سيت؟ اول حاجه بيكون عندهم limited personal and professional growth. اعذروني على الانجليش بس انا اصلا بذاكر الحاجات دي بالانجليش. بيكون عندهم فرص نمو او فرص تقدم محدوده جدا، اذا كانت بقى بروفيشنال او بيرسونال، يعني على المستوى الشخصي او على مستوى الشغل، بتكون الفرص بتاعت التقدم بتاعتهم محدوده جدا، لان هم اصلا مش سايبين لنفسهم الفرصه ان هم ينضجوا او ان هم يطوروا من افكارهم. تاني حاجة بيكون عندهم fear of taking risks، يعني هو الشخص ده مش بيبقى عنده القابلية ان هو ياخد اي ريسك او يعمل حاجة جديدة هو مش عارف عنها حاجة، او يتعلم حاجة اول مرة تصادفه، مش بيعمل ده. كمان هو بيكون عنده صعوبة في ان هو يتعلم من اخطائه او الفيلرز بتاعته. انا فشلت في ايه، مش بيتعلم من الفشل بتاعه، هو بالعكس بياخده على ان هو حاجة تهديد ليه شخصيا، وان هو بيخسر، وان هو بيعيش نفسه في حالة من الضغط كفيله ان هي تخليه يفضل في الفيكسد مايند سيت وقت اطول، وان هو ما ينضجش او ما يتطورش. بعد كده هو بيسترين relationships due to competitiveness. يعني هو بيعمل ايه؟ بيخلي علاقاته دايما متوتره، وبيكون ما عندوش مثلا صحاب او كوميونتي لطيف في الشغل،
بسبب ان هو طول الوقت عايش في حاله منافسه، طول الوقت عايش في حاله توتر، مش عارف انا في تهديد او لا. زميلي ده انا مش عايز صاحبه عشان هو ممكن يكون عاوز ياخد مثلا الرول بتاعي او التايتل بتاعي في الشغل، حتى لو هما في نفس الديبارتمنت وفي نفس التايتل، هو دايما حاسس بتهديد. طيب بعد كده بيبقى عنده increased للانكزايتي والسيلف داوت، يعني بيبقى عنده قلق وشك كتير. ولما طبعا هو بيفضل محافظ على عقليته ان هي ثابته فيكسد، ده بيزود كمان معاه الشك والقلق والانكزايتي والحاجات دي. طبعا اتمنى اي حد لو هو عنده اي علامه من علامات الفيكسد مايند سيت ان هو يشتغل على نفسه جدا وما يسيبش نفسه ابدا في الحاله دي، او يسيب نفسه للافكار دي. كل واحد فينا يقدر يتعلم، بس اهم حاجه اشوف ايه الحاجه اللي انا فعلا عندي استعداد ان انا اتعلمها. ده مش معناه ان انا اقدر اتعلم اي حاجه او اقدر ابقى اي حاجه. في ناس عندها ميول لحاجات وما عندهاش ميول لحاجات تانية. اشوف ايه الحاجات اللي انا عندي ميول فيها وافضل اتعلم. حياتنا هي عباره عن رحله طويله جدا من التعلم، من يوم ما اتولدنا ليوم ما هنموت هنفضل نتعلم. فخلينا دايما نبعد يعني باكبر شكل ممكن عن اي حاجه ممكن تكون علامه من علامات ان انا عندي عقليه ثابته. لا، دايما طور دماغك، دايما اشتغل على نفسك، دايما شوف ايه اللي ناقصك، شوف اللي غيرك ده نجح ليه، اشتغل على نفسه في ايه. وده مش غش ولا دي تقليد، لا ده انا بشتغل على نفسي. ومن حقي ان أنا لما اشوف حد بيعمل حاجه ونجح، حد بيعمل حاجه ونجح فيها، ان انا على الاقل اشوف هل انا هعرف اعمل نفس الحاجه ولا لا. لازم اتشيك ماي كابابيلتيز، هل انا هقدر اعمل ده ولا لا، هل انا عندي قابليه ان انا اتحسن في الشيء ده ولا لا. وده مش غش وده مش تقليد، بالعكس احنا كده عندنا growth mindset، وهنتكلم عنها في الفيديو الجاي.